غادي ناخذوا الاخت اسيه من ضواحي الخميسات. مرحبا بك اسيه اختي. شكرا. تحياتي لك. مرحبا اختي اسيه. صراحه انا راني والله يعني دايره بزاف، حيت ما كنسمع في الصوت ديالك. واحد الانسان عزيز عليا بزاف وكنت نتبعك مده طويله بزاف. مرحبا اختي اسيه. من شحال هذه تقريبا ودتي البرنامج تتسمعينا؟ يعني نقول وقيله شي تقريبا شي 8 سنين هكاك. من كنت صغيره كنت شي 12 سنه هكاك، مش شحال هذه، ولكن ماشي كل نهار، ماشي كل ليله. دابا عندك 20 عام اختي اسيه؟ لا اكثر، 27 هكاك. 27 عام. بغيتي تحكي لنا من قلبك ونسمعوك. انا هاد الليله عندي ما ننساهاش نهائيا. مرحبا بك اختي اسيه، وحتى حنا تنحسوا بانك معك غادي نقضيو واحد الوقت غادي نسمعوا القصه تحكيها لنا، لانه تيبان من الفكره ومن الصوت ديالك باللي تقدري توصلي لنا شحال من فكره، وحنا كلنا غنعطيوك السماع ديالنا. اوكي مرحبا، شكرا بزاف. شكرا. مرحبا اختي اسيه. فمن حليتي عينيك في هذه الدنيا؟ انا من عقلت على راسي كنت المهم عم بدا نهضر لك مني كنت كنقرا في ابتدائي. واخا. المهم كنت كنقرا، كنت لاباس، كنت مزيان. انا عايشه يعني عندي الوالد ديالي، الوالده وخوتي، خواتاتي، وعندي اخ واحد. المهم كنت لاباس، كنت نقرا، عمري ما واحد الوقت المهم مرضت. مرضت يعني مرض عادي، يعني عادي جدا، ولكن ما لقيتش. شنو هو المرض اللي مرضتي؟ شنو بديتي تحسي في صغرك ديك الساعات؟ شنو هو المرض اللي كنتي مرضتي؟ اول حاجه انا كنت يعني اي حاجه كنت ناكلها في الصغر ديالي بحال دارت لي شي ميكروب يعني في المصارن ديالي وداك الشيء، ولكن فهمتي ما لقيتيش العنايه اللازمه. شنو كان كيعطيوك شي عشوب وصافي، ما كاين كيديك لا يراقبك الطبيب لا والو، ولا كيفاش كنتي عايشه؟ شرحي لي عافاك. كنت مثلا فيما كنمرض كتجي الوالده ديالي كدير لي مثلا غير داك العشوب وداك الشيء اللي كيقولوا لها الناس وكتشربني، فهمتي. وهذاك الشيء اثر عليا بزاف ومرضني في صحتي، وبقيت ضايعه حتى خرجت من المدرسه. وكيفاش كانوا عايشين والديك؟ واش كان ميسرين مسكين عليهم مسك عليهم الله وكان كيبان هذا الشيء وسط الدار، ولا داك الشيء كان على قد الحال؟ الحمد لله كان عندنا شويه. المهم كانوا يقدروا يعانوني، كان الوالد ديالي يقدر يعانيني، ولكن ما كانش كيبغي يدوز ليا. زعما كان المال، كان الرزق، زعما ماشي زعما ما في حالوش، يعني يقدر، ولكن الوقت والوعي ما كانش. اي يعني تقولوا اعطيه غير ديك الحاجه غتولي شويه، ديك الاشباع تولي شويه، فهمتي. حتى مرضت بزاف وما يعني ما طولتش في السن ديالي. بقيت يعني الا شتيني تقول هذه عندها 12 سنه. يعني القامه ديالك نقدر نقول انك انت من قصر القامه؟ لا، ولكن ما بقيتش هكاك الحمد لله دابا. واخا انا كنسمع. المهم بقيت بحال هكذاك. كانت عندي الوالده ديالي مني قعدت من المدرسه، بقات الوالده ديالي كل نهار كتعطيني الشغل بزاف اكثر من الصحه ديالي. وانا كنت ما نقدرش ندير هذاك الشغل الكبير. وهي كتقول لي مثلا هذيك مثلا كتقارني، هذيك فلانه قداك واش كدير. وانا هاد المقارنات شحال تيخرجوا على شحال من عائله، الله يستر. وانا كنت يعني ضايعه، كنت مريضه، ما يمكنش ليا ندير هذاك الشغل اللي كديروا هذوك الانسانات. المهم بقيت بحال هكاك معاها. كانت كل مره كان عندي واحد اختي
مزوجة ومطلقة وخدامة. كانت هي اللي كتبقى تعيط للوالده ديالي وكتقول لها لا خصها دير، خصها تخرج تخدم، خصها اش من مرحله في عمرك اللي قالوا لك خصك تخرجي تخدمي؟ ديك الساعه كانت عندي شي 19 سنه، ولكن كنت باقا بزاف ضايعه في الصحه ديالي. وحدان اش قريتي؟ غير حدي حد السادس صافي. وشنو اللي كان خلاك تخرجي من السادس؟ المرض. ديما مريضه، ما كنت نغيب. وكنت كنمشي نقرا، كانوا الاساتذه تيقولوا لي شحال عندك في السن؟ انا دخلت كبيره وكنبان صغيره وتيبقاو يضحكوا عليا، داك اللي كانوا كيقراو معايا. التنمر صعيب. ايه هذاك الشيء اللي خلاني نخرج. انا واحد الانسانه بنفسي بزاف من صغري. صافي حاولت نهرب، ما بقيتش قادره نمشي للمدرسه ديالي. المهم قلت لك بقات معايا هكذا. كاينه الوالده كل مره كتضربني، تخرجني، كتقول لي سيري تخدمي، ما تقعديش معايا هنايا. شقي رازمه هنايا وكذا والناس داروا والمقارنات، ياك المقارنات. اي اكثر المقارنات. فيقني بكري، كنت نفيق بكري، شوفي فلانه، شوفي دار فلان، شوفي ياك. وانا ما كنتش يعني هذيك الساعه انا خص لي يهتم بيا ويديني الطبيب واللي يعرف شنو دارني شنو. انا كنت نخاف ونوض بكري ونقضي الشغال وتمارة بزاف، وعمرها ما قالت لي. كنتوا ساكنين في الباديه ولا في المدينه نتوما؟ لا في الباديه. المهم بقيت بحال هكذاك. حتى لواحد النهار صافي قالت لي خرجي ليا يلا. اشنو طرا الا كتعقلي على ذاك النهار؟ شنو الموقف اللي طرا وعاوديه ليا نقدروا نقولوا بشكل دقيق؟ اوكي. انا كنت هذاك النهار كتفيق الصباح بكري، والوالده ديالي كان عندنا الكسيبه كتخرج معاها. شحال يعني بكري؟ شحال هاد بكري هذا في الصباح؟ ما هذيك الساعه هكا 5 كنوض. وديك الساعه كان الصهد بزاف، الصهد. ونط جهدي، دخلت بلا ما نقول لك انا دخلت انكاست، جمعت، وكنت ضعيفه بزاف. ومن كثرة الخلعه ديال الوالده ديالي عاد تجي عاد تقول لي علاش اللي باقا ما درتي ودرتي. ولكن الحمد لله عندنا يعني كاين هذاك الشيء لداخل، يعني كنخبز لداخل وكل شيء، ولكن هكا كانت سامعه. المهم انا جات قالتني يلا كنوجد هكا الغدا. دخلت قالت لي باقا ما درت والو. واش هي كانت مشات للسوق ولا شنو؟ لا كانت تخرج مع الكسيبه ديالنا، كانت عندنا الكسيبه. صافي قالت عليا كتقول لي انتي جالسه عندي هنايا ما كديري حتى حاجه، غير كتاكلي، ما انتي مريضه عليا هنا. قراناتك ولاو قداش وتزوجوا وخدموا، انتي تبقاي ديما قاعده عندي هنايا. ومع من كنتي في الدار عايشه من غيرها هي؟ كاينه انا، كاينه هي الوالده ديالي والوالد ديالي وخويا اكثر مني، كاينه ولد اختي باقي صغير. ولد اختك هي الكبيره فيكم؟ اختك هذيك اللي مزوجه ومطلقه مخليه ولدها؟ لا هي متوسطه. مخليه ولدها عندكم في الدار وخارجه تخدم؟ ايه. داكور. صافي قالت لي خرجي ليا. اول مره نخرج وانت ما عارفه فين؟ وانا ما عارفه فين نمشي وفين، ما عنديش حتى الفلوس باش نركب. يلا اشنو بقيت كندير؟ كان عندي الوالد ديالي خدام في واحد الخدمه كيدخل الصرف. انا ما نقدرش نعاود لك حيت الوالد ديالي كل نهار كيتصنت ليك. مرحبا به، خونا حتى هو.
عليها كنخاف اللي بقى يعرفني. لا يتصنت ومن حقه انه يتكلم معنا ويبلغنا. الحمد لله انت دابا تتعاودي لنا غير على الضائقه اللي بينك وبين الام ديالك اللي للاسف تتشوفيها باللي كتنهصرك. الوالد ديالك كيفاش كان كيعاملك هو؟ صراحه الوالد ديالي ما عمره ما قال لي شي كلام خايب، كان ديما هو في حاجه ما كانش كيبغي يسبق عليا في الطبيب ولا يعطي لي فلوس ولا كان شويه ديال الشح والبخل. اي ولكن هو ما عمره ما قال لي خرجي ولا نهائيا. المهم كنت هذيك الساعه كنهز الصرف للوالد ديالي من كثره ان ما كاين حتى واحد تيعطيني. الحرمان دفعك لانك ديري هذه المساله هذه. ايه صافي خرجت مشيت. اول مره كديريها؟ اول مره كانت عندي النمر ديال واحد السيده. حيدت ليها قلت لها اختي ما عندك فتلقيني انا غنجي عندك وراني. وهذيك الساعه كنقرب العيد الكبير. تصور معايا خرجت ومشيت على ديك السيده حتى حد ما هز التليفون وعيط. ولكن هاد السيده اللي مشيتي عندها واش كنتي كتواصلي معاها؟ كنتي كتلاقيها قبل؟ شنو اللي خلاك تثقي فيها وتعيطي لها في هذا الموقف بالضبط اللي انت تالفه فيه؟ انا كانت واحد بنت خالتي كانت خدامه عندها فهمتي. اييه. وهي شويه كتجيهم من العائلات الاب ديالها، وانا مشيت اتجهت ليها وقلت لها عطيني نمرة فلانه بغيت نمشي عندها. هاد بنت خالتك؟ ايه بنت خالتك تعطيك النمره ديال الفلانه اللي كانت خدامه عندها، لعل وعسى ربما تدبر لك شي خدمه اولا تخدمي معاها. قلتي زعما بعد على الاقل نمشي نبدا نحط الخطوه الاولى وانا خارج الدار. انا هذيك الساعه كنت بغيت غير نعتق راسي ونتدرك. ايه شي دار اللي ندخل فيها ما خصني لا فلوس لا حتى شي حاجه. المهم مشيت عند ديك السيده بقيت كنت نخدم عندها. صراحه كانت تعاملني مزيان، كنت نخدم عندها كندير داك الشغل هو داك الشغل انا ما كنتش نعرف مزيان. كانت تنوض وبالخطره كتعايرني. انا فوت لك شويه. انا قبل مشيت خدمت في شي ديور. اش من مرحله في عمرك تقريبا كنتي خدمتي في هاد الديور؟ شي 18 سنه هكا. 18 سنه. خدمت ويعني وكنت كانوا تمشي معاهم هكا التسويقه وتنهز السيكان كبار كنت محنه بزاف وكنت قليلة الصحه اي واحد كنت ندوز عليه هز السيكان وتبقى يشوف فيا بحال هكاك. وهاديك الساعه ديك المده كلها قلت لك ما كان حتى واحد يسول فيا من دارنا. تيقلبوش عليا نهائي. عاود مشيت هاد السيده هادي بقيت نخدم عندها. شحال بقيتي عند هاد الناس قبل ما تمشي عند هاد السيده؟ كنت ندوز غير شهر ما تنقدش تنهرب. شنو اللي كيهربك؟ ما كنقدش على تماره كبيره بزاف، ما تنقدش على ديك التماره كلها. ولاش قصدتي زعما هاد السيده علما انك تماره ما كتقدريش عليها زعما ما عرفتش واش انت كنتي كتعرفي هاد السيده قبل ولا بنت خالتك كانت تعاود لك عليها ولا كيفاش؟ شرحي لي. هذه بنت خالتي كانت تعاود لي عليها وعارفه المعاناه ديالي مع الوالده ديالي. قالت لي سيري عند هاد السيده ما غاديش تعطيك تماره وانا غنهضر معاها وغادي واخا. ولكن هكذا كاينه ضروري ما غادي يكون هذاك التعامل خايب ضروري. هي غتكون باغيك الخدمه والخدمه الا ما قدرتش عليها راه ما راني ما كنقولهاش عطيني الفلوس ولا شي حاجه. ولكن هكذا كاينه كندير كل شيء مده شي شهر ونص. وديك الساعه العيد الكبير كان يعني قالوا غير شي يومين. حد ما عيط لي ولا قال لي تعالي تعيدي في داركم ولا وهادشي دارنا زعما ما مخصوصا ما والو. يعني كل شيء كاين وما
كل شيء كاين وحتى حاجه ما كاينه. وحتى حاجه ما كاينه. اييه. وكنتوحش الوالده ديالي. بغواتها بصداعها كتبقى ديما ديك التوحيشه ديالها كأم. الأسية من الخميسات للأسف هاد الوقت ما عندناش كيفاش قطعت المكالمة ديالها. نشوفوا كيفاش تقدر تتواصل معنا من جديد. هي من الخميسات كما قالت لنا هاد الأخت. وي من ضواحي الخميسات. أسية طبعا. دينا معها خيط البوح كنشدوه معها، ولكني تليفون ما سعفناش. هذا ما كان باش نقدروا. احنا معاك اختي. ويسمح لي انا راني تنعاود قصتي. يعني كنت نقول حتى حاجه ما قلتها. احنا معاك مازال الوقت بيناتنا باش تقولي لنا داك الشيء اللي انت في قلبك. المهم فين قلت لك كنت نتوحش الوالده ديالي، واخا كانت تجري ليا كنت نتوحشها. تنعيط ليها تنقول لها واش نجي للدار، كتقول لي تعالي، ترجع عاود نجي للدار. ومني كتجي دوك الايامات الاولين واش كتكون التعامل في شكل تدور شي ايام عاد تولي كتخاصم معاك ولا شرحي لي كيفاش؟ انا الوالده ديالي ماشي غير معايا، انا مع خوتي كلهم، خواتاتي كلهم يعني عندها طبع قاصحه في قلبها مع داك الخروج ديالها والشقه والسرحه وداك الشيء. صافي صلابت المراه. صافي ما عندهاش المحنه نهائيا. وهذا الشيء راه انا علاش قلت لك ماشي قلتو لك وشي ما قلتوش. اللي دارني هو اكثر حاجه ما قلتهاش. انا معاك تنقولوها. انا من هذاك الوقت اللي كنت مريضه فيه كنت مشيت ندوز عند واحد الطبيب. المهم دوزت خرج لي الدواء، وداك الدواء اللي شربت خرج لي الميكروب في فمي. عطاك مضاعفات صحيه اخرى سلبيه ولا كيفاش؟ ما فهمتش. يعني هذاك الميكروب اللي بحال كان في كرشي طلع لي الفم ديالي. يعني ما بقيت لا نهضر لا ناكل مزيان لا حتى حاجه. وديك الساعه شنو كان خاصني بحال هكا شي حاجه اللي تنكل غير نشرب، ولا مثلا بحال الشعريه هكا، بحال شي حاجه اللي تكون خفيفه. وهذيك الساعه ما كنتش كنلقى هذاك الشيء في دارنا. كان الجهل، كانوا جاهلين بهاد الماكله ديالك وداك الشيء اللي خصك وهذا. وهذاك الصرف اللي كنت نهز الوالد ديالي كنت نقول لها امي انا ما نقدرش ناكل هذه وخصني حاجه اخرى ناكلها. كتقول لي مثلا انا غير مثلا نعطيك. كتقول لي راه الشعريه، كنقول لها هاكي شري لي الشعري، كتقول لي راه كدير 300 ريال غير نص كيلو. وهي راه كدير غير واحد قد بسيط عي شويه ماشي داك الثمن كله. وكنت كنعطيها كتمشي تشري ليا وكتاخذ هي نفس الوقت كتاخذ هي ديك الفلوس الزايده اللي انت في الاصل هزها للوالد. وانا كندير داك الشيء ديال الدجاج، وكنت على صغيري كندير هذا الشيء حيت كنت عارفه ما كاينش اللي يعتقني ويعطيني شي حاجه. انت كتعتني بالدجاج؟ كنت نبيع هكا وكان عنده فين رعاه بعدا داك الدجاج؟ حنا حدانا البلادات وداك الشيء كيخرج. ما تلقاهش على الجيران؟ ترى عرفتي شحال ديال المشاكل ديال شوف حنا عندنا هاد الدوار اللي عندنا ساكنه فيه، الدار اللي ساكنه فيها كاينه البلادات كثار، يعني كيخرج البلادات ما كاينش. دابا كتعاودي لي على القصه ديالك، وفكرتيني في واحد الاخت شحال هذا كانت عيطات لنا ماشي شي اسبوع دابا، سميتها امينه من قلعه السرانه، قالت لنا باللي باها تيبيع ويشري وكتشوفوا فين كيحط الفلوس. تعرفت على شي واحد تعرفت للاسف على شي واحد، هي ما كملتناش القصه ديالها، تعرفت على شي واحد جا خدم لباها هذا شي نجار واقيلا شي حاجه بحال هكا، جا خدم لباها شي حاجه في الدار،
وقال لها بنيتي سيري يا بنيتي جيبي ديك الامانه من راكي عارفه فين. ولا هذاك اللي جا خدم لباها مني عارف البنت عارفه الفلوس شين، تقرب ليه مرا كيقول لها اعطيني كذا كذا سلفيني ندور بالحركه كذا، ولات كتهز لباها وتعطيه. ايه هي تقريبا اللي قولي واقيلا يمكن انت كتعيشي هاد التجربه هذه تقريبا. كنزه من اسفي حتى هي دازت معانا. وانا داك الوقيته كانت غير والده ديالي اي حاجه كنبغيها تشريها لي كتاخذ لي منها، يعني الفلوس كتكثر لي في الفلوس وكتاخذ الباقي. وعارفه اني ما عنديش. وما كتقولش زعما راه بنتي ما عندهاش ويلا كدوز وصحتها قليله، يعني ما كنتكسى ما كنشري والو، اللي شديتو كندير الطبيب. كنتي كتحسي بالبخل. الصندالة اللي بغيت نشريها كنشريها من عندي انا، ما كاينش اللي يشريها لي. المهم بقيت بحال هكذاك حتى ربي شاف من حالي 6 سنين وانت مع المرض. وانا في المهم ما كان قلت لك ما كان نهائي ما كناكل غير اللي داز. اشنو يقدر يرد صحتك شويه؟ اش يقدر يرد صحتي؟ كتنوض في الليل وكنبقى نصلي وكنبقى ندعي ونبكي. البكاء على الله. كنت ديما كنصلي وندعي ونبكي ونقول يا ربي إلا كان دوايا قريب يبان. هو العافي الشافي سبحانه وتعالى اللطيف بالعباد. وديك الساعة كان يقولوا لي الطباء انك انت عندك واحد المرض يقدر يعميك ويقدر يتزحفي وتقدري بزاف الحوايج يتصلوا بك، يعني بزاف المرض. شنو هذا بهجات ولا شنو؟ هو ماشي بهجات، ولكن هما كانوا كيعطيوني هذا المثل، تيقولوا واحد المرض راه بهجات راه يقدر يدير لك ويدير لك. يعني يقدر يتطور، قالوا لك زعما مازال ما بداكش هو ولكن يقدر يتطور زعما المرض ولا شنو؟ لا تيقولوا لي راه خصها غير تخرج، هما دابا تيعطيوني تيقولوا لي راه هو، ولكن مازال التحليله ما خرجوا تيقولوا لي راه هو. هما شاكين ولكن شاكين. شاكين في انه يقدر يكون هو بناء على التحاليل اللي مازال ديك الساعات مازال ما خرجاتش. وانا اتجهت لحاجه اخرى، يعني مشيت بوحدي حتى لواحد طبيب واحد اخر، خليت داك التحليلات وداك الشيء ومشيت لطبيب واحد اخر. من داتك لراسك بوحدك؟ حيت كنت مشيت لواحد المدينه بعيده بوحدي وكنضل النهار كامل وانا مطوله تماك وما كاينش اللي داكشي دوك الدجيجات داكشي اللي كتوفري بيضات شي حاجه هكا ولا هذا من داكشي اللي انت كترعيه، وهذاك الشيء ما كيكفانيش. هذاك الوقت كان كلشي رخيص، يعني كانت البيضه وحده كدير درهم عاد ما تكفى والو. انا معاك اسيا، انا معاك. وليت لاباس. كاينه وحده عطاتني لاباس الحمد لله. المهم انا قلت لك راه واحد الانسانه قليل الصحه ولكن الحمد لله. من هذيك عاود ثاني مرض اخر، ولكن كنت هذيك الساعه مشيت عند واحد اختي مزوجه مشيت نعيش معها صافي. شافت اختي بلا ما كتعدى عليا بزاف، قالت لي يلاه معايا. هذيك الساعه من داتني عندها وليت شويه بقات معها غير ديك اختك اللي لا بقى معها غير ولدها، ما هي واش تخرج على خدمه. هذاك خويا اللي معها ما تقدرش تهضر معاه وما تقدر تقول له حتى شي كلمه والو. لا نهائيا. علاش؟ حيت هو قاد براسو، هو ولد واحد عزيز. واصلا حتى هو ملي كدور فيه، ولكن هو ما كيعتبرهاش ما كيديرهاش كاع داكشي هي كاين. ما كيأثرش عليه داكشي اللي كتقول فيه هي. المهم مشيت
هذيك اختي بقيت عايشه معها الحمد لله، شديت الصحيحه ديالي وليت لاباس. شحال من عمر مشيتي عند اختك؟ 17 عام 18 عام؟ راه شي تقريبا شي 20 عام ولا 21. وكان متقبلك راجلها في الدار؟ كان متفهم ولا كيفاش كنتوا عايشين انت واختك؟ ضروري يتقبلني. عرفتي علاش؟ حيت اختي كانت خدامه وانا كنت شاده الولاد، ولادها جوج. هو كان تيمشي يخدم، يعني هو نهار اللي كنقول غنمشي للدار ما تيخليونيش نجي نهائيا. المهم بقيت بحال هكذاك، جا واحد الانسان خطبني. فين تعرفتي عليه وكيفاش تعرفتي عليها اسيا؟ انا كنت عند اختي حتى عيطت لي الوالده ديالي وقالت لي حيت قبل منه من هذيك البلاصه نيت جا واحد السيد خطبني وما بغيناش، فهمتي؟ وسولنا عليه، سولنا الوالده ديال هذا الولد هذا اللي خطبني. وبقات عاقله الوالده ديالو وجات عندنا للدار. خيباتوا لكم ومن بعد جات خطبات ولد؟ جات خطبات لولدها؟ وديك الساعه ولدها ما كانش ساكن معها يعني ما كانش في المغرب. المهم هو بغى غير يخطب ويخلي المراه ديالو ويمشي يعاود يخدم في البلاصه ديالو، فهمتي؟ المهم مني خطبني وجيت لدارنا وخطبني، ديك الساعه كنت ارتاحيت وصافي، يعني شديت الصحه شويه. شديت الصحه ديالي وتبدلت بزاف. صافي خطبني، جا هو وختو، وديك الساعه الوالده ديالو كانت مريضه لواحد درجه الموت. المهم هو قال لي انا غنقاد الامور، نجمعوا وريقاتنا، نضربوا العقد. وحكا غنخليك هنايا وغادي نمشي حتى نجيو نديروا العرس. واخا. انا زربت، بغيت غالبا نتزوج به. المهم ما نبقاش في التكرفيس مع الوالده ديالي، رجع عندها ولا شي حاجه. اشنو قلتي مع راسك انا كنربي اللهم نربي ولادي؟ حتى عند اختي كنت نربي لها الاولاد وكنت قداحتي وراجلها ويدابزوا ولا نفكونا يعني مخبيه الاولاد لا عيش تكرفيس. المهم انا هذاك السيد اللي جا خطبني درت معاه العقد. جا خطبك درتي معاه العقد بلاتي قبل. هاد السيد امو واش قرابين ليكم من نفس الدوار ولا دوار بعيد عليكم ولا كيفاش؟ الدوار شويه بعيد علينا، غير شويه ماشي بزاف. نتوما ما كنتو كتعرفوا عليهم حتى حاجه؟ كانت الوالده ديالو في القديم كانت صاحبه الوالده ديالي، وباه كان صاحب با. المهم صافي ضربنا الكارت انا وياه. وقبل نضربوا الكارت الام ديالو توفات. شحال د الخطبه بعدا بيناتكم باش دوزتوا؟ وكيفاش كنتي كتواصلي انت وياه؟ واش كنتو مدة شهر تقريبا كنت نتواصل معاه مزيان وكنت فرحانه، كان تيبان ليا مزيان، ماشي شي مده، ولكن هذاك اول انسان انا يكون في حياتي. اول انسان انت كتقربيه القلب ديالك؟ اول انسان قربته لقلبي. واخا يا لالا. هو اللي طلبها مني كنت نديرها معاه، ما يمكنش شي حاجه نقول له لا عليها. كان قعد شي 15 يوم قبل لا يمشي. بقى السيد ديما يعيط لي كنمشيو نتلاقاو في واحد المدينه قريبه لينا. تقريبا شي 2 ليلات. مشيت معاه. ولكن الحمد لله انا بقيت يعني محافظه على اي حاجه. المهم صافي هذاك السيد جا بغى يمشي بحالو، صافي تسلم عليا على دارنا، صافي جا الوقت اللي غادي يمشي بحالو.
ديك الساعه دار لك العقد صافي؟ دار لي العقد وصافي، وبقاو غير خواتاتو. واش نقدروا نقولوا باللي درتي العقد وقال لك باللي غادي تجلسي مع امي، هو خصو اللي يقابل امو حيت مريضه؟ لا 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 نهائيا. واخا نصاب لو بقات الام ديالو. المهم هو مني مشى كان شاري التليفون باش نتواصل معاه. اييه. انت بقيتي مع خواتاتو؟ لا انا بقيت في دارنا، مازال ما رحت عنده. اييه. اشنو داروا لي خواتاتو؟ صيفطوا باهم يديني عندهم. اييه. عنده وحده مزوجه مطلقه، قالت له سير جيب فلانه تجي عندنا. اييه. تدخل باها دخل قال لي يلاه نمشي، راه بنتي بغاتك تجي للدار. وحنا في العاده ديالنا حنا يتفاهمنا انا وياه. قلت ليه راه ما نجيش لداركم حتى تكون نتايا. بقاو عليا كيجيبوا لي اليوم من اول السيمانه كنمشي لدارنا، ولا غدا ثاني كيجيو يتبعوني يديوني. كيفاش شرحي لي كيفاش كنتي عايشه معهم؟ كيفاش كتبقاي معاهم سيمانه وتيعاودوا هذيك السيمانه كتدوز عليا كحله. كيفاش وعلاش؟ ختو واعره بزاف، كتبقى تقول لي خويا مني خطبك هو ما كيقلبش علينا، وانتي من جيتي الوالده ديالي توفات، ومني خطبك والوالده ديالي توفات لينا. يعني بزاف حوايج كانت ديرهم لي سلبيين حيت انا دخلت عليهم بديك الطريقه. كنا مجموعين، جيتي بحال شتتي لنا الشمل الله يستر. انا كنحاول انايا دابا كنقول الجمل اللي زعما كنتوقع ان اختو تكون قالتها. انت كتعاوني بزاف. الله يحفظك. شي حوايج اللي ما كنعرفش انايا نفسرهم كتفسرهم لي. مرحبا اختي اسيه، مرحبا بك. المهم بقات عليا حتى قالت لي عيطت لخوها، قالت لي راه الطفله اللي خديتي راه كتضر تهضر في التليفون. هكا حيت هي دابا خصها تخيب الصوره ديالك باش يبقى لك خوهم ديما حداهم، ما يعرف غير عليهم، ما يشوفش جهه ولادو ولا مراته. دابا هما اتفقوا ليا كلهم وهادشي ما كاينش نهائيا. كتهضر في التليفون وشنا عندها واحد مصور وكذا بلعها هضره. قالت لي لعم الله شنو قالت لي اخر. هكاك يا اختي. وهذاك الولد راه ما دايزش عنده غير انا في حياته. يعني من سمع اختو قالت له داك الكلام قلب ما بقاش عقل عليا. ودابا قال لي سير دخلي محامي وطلق. اذا هما كانوا بغاوك باش تقابلي مهم، وهادشي اللي تيبان. لانهم علاش؟ حيت هذا السيد صيفط باه يجي يديك، راه بخبارو هو على مالو، ماشي بخبارو. راه ماشي راه باه غادي يكون بخبارو هو واختو، راه ما يكون ماشي حتى شي حاجه ماشي بخبار. اذا هما غيديروك بحال ما تسنى الا يديروا لك شحال من المشكل. حيت دابا مثلا هذاك الزوج ديالك تيبان باللي زعما معلوم بهذا الشيء. هذه ربما تقدر تكون خطه من اختو. ولكن هو ملي كان كيتلاقى بيا قلت لك يعني جوج مرات تنكون معاه، قال لي واحد الكلمه. قال لي انتيا مزيانه وظريفه وغادي ولا خديتك غادي ندير معاك لاباس، ولكن راه انت ما تقديش تعيشي مع دارنا. قال لي عندي اختي واعره. وكان قال لك هادشي في الاول؟ قالها لي ولكن انا ما ديت ما جبت. قلت زعما تكون واعره من الوالده ديالي. قلتي حتى حاجه ما تكون واعره على امي. زعما ساعدك فيهم انت. ولكن لقيتها تيعتها صح وقيل قصح وصح من الوالده ديالك. قصح وبزاف يعني.
مازال والدو ديالي غتحن فيا، هادي راه ما حنات ما والو، صافي ما بقاتش بغاتني تشوفني كاع، قالت نطلقها. ما عندنا ما نديرو بها. حتى هو دار داك الكلام اللي قالت له اختو، قال لي الله يعاون. ايوا ديك الساعتين عاد ديك المعاناة مع الوالدة ديالي. قالت لي ما تقعديش عندي، واخا يوقع اللي وقع، وهزي حوايجك وزي بحالك. كيفاش طرا؟ كيفاش طرا؟ قالت لك ما تقعديش عندي وما تزي حوايجك وزيدي في حالك؟ صافي ما تقعديش معايا، شوها مشيتي مع جوج ليلات وشوهتي بيا هنايا، والناس كيهضروا فيا تيضحكوا. شكون هذه اللي قالت لك هادشي؟ الوالده ديالك؟ وياك هو راجلك؟ واخا راجلي ما يمكنش انا ندير شي حاجه من راسي، صافي سيري بحالك ما تقعديش عندي. اصلا كتقولها ليا قبل، لقات لك السبانيت. يلا خرجي عليا، ما تبقايش تقعدي عندي هنا وسيري فين ما عجبك. وصراحه عاوتاني هذاك النهار ثاني كان اليد الكبير هادشي تيطرى لكم في العواشر. نهار العيد الكبير بالضبط جرات عليا، خرجت بحالي، صافي هزيت حوايجي ومشيت خرجت. وانت ديك الساعات مجوجه بشحال من عام؟ انا يلا ديك الساعه درت العقد انا وياها بشي شهر ولينا فسخناه. ومني مشيتي فين؟ مشيتي لدار الراجل؟ عاوتاني رجعت لهاد هذيك السيده اللي كانت مشيت عندها قبل. على انت دابا درتي العقد غير شهر وفسخناه، يعني صافي دخلت محامي ومشيت بحالتي. دابا انت تخطبتي وتزوجتي في شهر وطلقتي في شهر؟ لا، غير دفعت الطلاق ومشيت. هذيك المحامي اللي انا دخلت قال لي واخا ما تحضرش الجلسات غادي تطلقي، خصني غير الفلوس. وتفاهم معاه، هو قال له شحال ما بغيتي انا غنوصل لك. هو المهم غير يتفك مني. ايوا حتى انا صافي هزيت راسي مشيت. غادي يكون سبب الفكاك منك هي اختو. صافي ما بغاتنيش اختو، ما بغانيش هو. وعلاش ما تقوليش بانه ربما هما كانوا جايبينك باش تقابلي امهم، ومني ما تمهم صافي سالات ساعتك؟ هما شكون اللي بغاني؟ انا بغاتني امهم. امهم اللي بغاتني لولدها. ومني مشيت نشوفها وهي في الحياه قالت لي انا ما عرفت واش نزيد نعيش ولا ما نعيش، ولكن انا كنقلد ولدي، هذا هو الانسان اللي غادي ياخذ وغادي يعيش معاه مرتاح. كنت انا وياه جالسين وهي جالسه علينا. ايوا صافي مشيت بحالتي، مشيت نخدم عاوتاني هذيك السيده. بقيت كنخدم عندها صراحه، بقيت تنخرج وكن ملي درت معاه كنخرج، ما بقيتش تنقول صافي، يعني حتى واحد ما تيقلب عليا، حتى واحد من كثرة داك الانسان بغيتو لواحد الدرجه ما كتخيلش. بقيت كل مره كنبكي، كان ما بقى عندي صور معايا وجهي طلع فيه شي كنف في وجهي، ولا عامر وليت شي مراه ماشي بنت، ما صافي. وليت تنخرج، وليت اي واحد يهضر معايا، مبقاش عندي ما كثرت ان كنفكر. شنو اللي ما بقاش عندك؟ ما بقيتش نقول لا نحشم وما نخرج مع هذا، ما نتلاقاش بهذا، من ندير احترام الراسي. صافي دابا وليتي كتقولي ودي بما ان هذاك اللي انا كنت بغيت نتزوج به ما صدقش، صافي ما عنديش كاع علاش باقي زعما نرد البال شي حاجه، صافي اللي كان ندوز معاه الوقت وصافي. صافي ما بقى، صافي اصلا انا كنت كنسحب ديك الساعه
يعني ما عانيتش راسي، كان عليا كنمشي شي طبيب نفساني نعاني راسي. كنتي دابا انت كتقولي باش نسي راسي خصني ندوز مع هذا والاخر 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 وصافي وليتي ضايعه باش تحاولي تنساي الصدمه اللي انت تصدمتي في ذاك الجواج اللي داز من شهر. اييه، وكنت كنعيش مع هذيك السيده كانت تتجه هذاك الشيء ديال حتى داك الشيء شجعك للاسف. اييه، وكتدخل شي حوايج وكتشرب وداك الشيء. انا نحمد الله اللي ما قربتش لهذاك ما زلقتيش، ما مشيتيش جهه الخمر. اييه يعني كنت نحاول بصراحه. الخمر راه مصيبه، هذوك راه كيجيبوها المصايب. وراه هي اللي كانت تقول لي بعدي راسك. في الاول كتبين لك. ايه هي كنت نقول لها انا صراحه، تنقول لها انا تنشوف هذا الشيء ولا غيريحني، كتقول لي لا. في الاول لا، وتا في الاخر كتقول لي وياك تقيسي هذا الشيء اللي انا كناخذ. ما غاديش يليق بك انت، خليك هكا مزيان. وانت كنتي كتبغي تجربي ديك الساعات؟ ممكن كنت نجرب بالتخبيه هكاك الخمر بالتخبيه واخا. ماشي الخمر، الدعاره بالتخبيه. والله ما عرفت كيفاش نقولها. انا معك. ممكن تندير شي حوايج ما مزيانش معايا. بقيت غير اللي عطاني شويه الاهتمام كنمشي معاه، ما عنديش مشكل. عرفت والله انت قلتي انت دابا راه المشكل هو ان شخصتي المشكل ولقيتي ليه حتى الحل. قلتي ودي كون مشيت لجأت من بعد هذاك الطلاق لشي طبيب نفسي ونعاود له، كان يعطيني واحد التوازن في راسي وكنت نمشي في واحد الطريق ماشي هذا الطريق اللي مشيت فيها. وبقيت بحال هكاك دالعه، يعني من هنا لهنا من هنا لهنا، تنجي على ديك السيده قلت لك يعني ما صافي ولا عندي كلشي زايد ناقص. تنجي عند الوالده ديالي اللي عطاتني كلمه كنعطيها جوج، وليت انا وياها كنت شاده انا وياها. بقيت بحال هكذاك. دابا اي واحد جا هضر فيا من بعيد بغى يخطبني تيقولوا راه ينسخوطه مع امها. راه الصداع ديالهم تندوزو من بعيد ونسمعوها كداب سيومها. وهاد الناس اللي كيجيو كيخطبوك نيت من الدوار قريب ولا من بلايص بعاد ولا كيفاش؟ غير من البلايص اللي قراب ليا شويه. وكاين اللي جا خطب وتفسخات الخطبه؟ بزاف ماشي حتى شويه، ما كاينش العاده، ما نقولكش شحال. تيخطبوا ويجيبوا الحوايج ويجيبوا كلشي وتفسخ الخطبه صافي. تبقاوش. وشنو اللي كان تيخليهم يبعدوا مني؟ اكثريه الشيء اللي خرج لي في وجهي. الكلف. وانا باقا صغيره. كيبينك بحال شيبانيه ياك ولا شنو كيفاش كيبين؟ شي وحده راه صافي وراه خرج فيها الكلف، راه شي وحده دايره والده ولا شي حاجه. يعني دوك الاثار ديال الاعراض ديال الحباله وداك الشيء. وداك الشيء راه غير المشاكل. وصافي اكثريه ديال الناس كنعرفهم بعدهم مني مع هذا الشيء هذا. وما كانش باين فيا بزاف، ولكن ملي تنتعصب كيخرج كثير، كيولي بحال دا الصدفيات ربما. الصدفيات كيولي كثير. حيت هو وتيحتاج للصحه النفسيه اكثر اللي يقدم ما الانسان هذاك تصل له واش صدفيه او تصل على كل حال اللي كتظهر كل ما كان الانسان صحته النفسيه مزيانه ما كيبانش داك الشيء، ولكن كل ما تدهورات الصحه النفسيه وتولي الانسان يعيش اضطرابات عصبيه كل ما داك الشيء كثر. ولكن انا الصراحه كنت انا هملت راسي، وليت حالتي ما بقيتش نقلب على راسي، ما بقيتش كنقلب على وجهي صافي. وليت ندير داك اللي قالوا لي ديري لوجهك تمشي نديرو صافي. كملتها مره.
الصراحه كانوا الرجال اللي كيجيو يخطبوني كيبغيوني، ولكن غير الوالدين. ما بقيت بحال هكاك، وحتى واحد ما كيدخل ليا قلبي، واحد ولي دخل ليا قلبي راه مشى بوحدو. وصافي بقيت بحال هكاك واحد المده، بقيت هكاك شي 5 سنين تقريبا، حتى لحقت هذاك 24 سنه. ويجي خطبني واحد السيد، كنت مشيت للبلاصه اللي كنخدم عاوتاني، مشيت لهاديك السيده كنخدم عندها، ما كتعطيني حتى شي ريال. وعلاش كطمئني ليها زعما تمشي عندها؟ هذيك كانت تعطيني داكشي ديال الحريه ديالي، كنعس كناكل على خاطري، كنت بحال عايشه في دارنا. ما بغيتش نخدم. هو ما كنتيش عايشه مزيان في داركم، يعني كنقولوا كتحسي بلي بحال داكشي اللي كتبغي تعيشي في داركم. هادشي اللي كنبغيت نقول لك. انا معاك. المهم انايا تمشيت عندها، وبقى يتواصل معايا هذا الولد اللي خداني دابا حاليا. تيتواصل معايا تيقول لي انا بغيت نتزوج وهادي، وديك الساعه ما حتى واحد ما في بالي واحد مازال ما خرجليش من قلبي. صافي مشيت رجعت للدار، عاود جا لدارنا. الوالد ديالي مابقاش يبغي هذاك الخطاب يجيو كل نهار، ما تيكملوا. صافي ملي تيقول لي ما يجي عندي حتى واحد هنا للدار. ولا متضايق من داك الشيء ديال يجيو هادو يمشيو. دابا لا جا شي واحد ما كيسلمش عليه، صافي كيدوز طالع لقدام ويخرج طالع لقدام. المهم جا هاد الولد، جاب الوالده ديالو وجا. لا صيفط الوالده ديالو. دابا لا الصراحه اللي قلت لك كلشي، حتى هاد الانسان كيتصنت لك بزاف. المهم صيفط العائله ديالو جات للدار. مني صيفط الوالده العائله ديالو، صافي تعاطينا، صافي اتفقوا. حتى هو ثاني ما كان عنده زار بحالي، كانوا كيمشي يخطب كيفسخوا له الخطبه، ما كانش كيكملوا مع داك اللي كانوا كيخطبوهم. وعلاش؟ الان ما عرفتش علاش. ما قدرش يقول لك علاش؟ انا ممكن انا عرفت علاش، حيت عشت معاه وعرفت علاش. المهم انا مني صافي خداني ثاني هذا شي شهرين، درنا كلشي، وجدنا كلشي، ضربنا الكارت. هو ما عمره ما ضرب الكارت ماشي وحده. وتسنيت انا دابا مزوجه مطلقه، واخا داك الشيء راه مازال الطلاق ما تمش. انا راه مازال ما درت يعني الزواج قبل البناء، مازال ما قدرتي الطلاق. زعما انت كتوجدي للطلاق قبل البناء. دابا الطلاق كاين ولا ما كاينش؟ هو الطلاق كاين، ولكن انا دابا مني طلقت كما كيقول يعني مازال ما داك السيد الاول ما داخلش بيا. انا ما كان مازال انا بنت، مازال باغا ناخذ الحقوق ديالي، مازال ناخذ كل شيء يعني. ولكن هذاك يعني عطاني حقي في كل شيء، دفع لي فلوسي وداك الشيء حوايجي. المهم صافي تزوجت، رحت عنده. رحت عنده، ساكن غير الوالده ديالو هو. المهم بقيت معاه. هذاك الولد ملي رحت عنده لقيته ما كيخدم حتى شي حاجه. صافي جالس، الوالده ديالو كتصرف. هو ينوض الصباح ويخرج يخرج بعيد ويطيح يقول لي يا الهجاله يا اللي فيك. اذا عنده شي خلل عقلي، هذا شي مرض، شي مرض نفسي، ولا شي مرض نقدروا نقولوا شي اضطراب عقلي ولا شي حاجه. لا. وكيفاش واحد تيخرج دغيا وبدا ينعصر فيك الجاله، وهذا امو كتصرف عليه؟ اذا امو باغي تفك منه، قالت اللهم نعطيه الفلوس وعوض داكشي اللي كيدير ليا انا يديروا لمراتو. هو كان كيتجه هذوك الحوايج ديال الكميان بزاف، وتيمشي داكشي ديال المخدرات. واش غيجي من البلا؟ داكشي هو يدخل. راه داكشي راه الشريفه على مثلا هذاك الانسان اللي تيكمي،
راه تيقدر يوصل لك ما ديالو حتى لحالة ذهان، كتولي تجيه، كيولي يدير شحال من سلوك هو ما كيوعاش به. على البليه سهله ويلي. وي هذاك الشيء اللي انا كنت نشوف انايا الناس كيكملوا تيكونوا بعقلهم، ولكن ما نعرف. اسمح لي، ادمان الانسان تيقدر يخرجوا من بعض المرات من امراض نفسيه الى امراض عقليه كاع من هاد الذهان باش كيقدر يتبنى داك الشيء. للاسف صعيب. هي نهار اللي كان عندك تياخذ داك الشيء اللي كان كياخذ داك البليه ديالو ولا الدواء اللي كان تياخذ ربما كان تيدوي معاك، ولكن النهار فاش دخل دابا راه واحد القضيه خصكم تردوا البال لواحد المساله. شحال من مره باقي كنعقلها واحد القصه ديال واحد الاخت عاودت لنا على راجلها اللي النهار كان كيتلاقاها وما مخطوبين وظرياف وانيق وهذا، وواحد الوقت النهار الاول ديال الحياه ديال الدخله ديالهم ولا مشنوق ومعوكف ويغوت ويتعصب، عاد من بعد تبين ليها باللي راه جابوا ليها العائله ديالو داك الدواء اللي كان كياخذ. وهادشي كاين. وشحال من مره حنا في البرنامج كنقولوا ومازال نصر على ذلك. شتي دابا حاليا الشواهد التي يجب ان تثبت راه خص يكون البيلون بسيشيك، يعني نفسي. راه شحال متزوجين للاسف ومقبلين على الزواج ما للاسف ما تيعتنيوش بالصحه النفسيه ديالهم، هما غير اقدر على الزواج لان السلامه الصحيه ديالهم النفسيه ما كايناش. انا معك. اش قلتي لي؟ المهم صافي بقى بحال هكاك معايا واحد المده، بقى تيمشي يخدم واحد الخدمه تيولي تيجلس 6 ايام وتيجي تيجي عاوتاني كيفرج فيا الناس كل ديك الناس اللي حداهم تما كلشي كيتفرج وكيجيب الكذوب، تيقول شفت الفيديوهات ديالها مع رجال ما كاينش هادشي نهائي. وداك الشيء كلشي هزو عليا دابا الصراحه تيقولوا راه، ولكن باقي كان داير لمو حاله قالت اللهم تجيك بعد انت تسدي داك الباب. ياك هادشي اللي كاين. وهو حتى رحت عنده انا بتعرف الزهر ديالي، حتى رحت عنده انا وعاد هبل. وراه انت ما كنتيش عارفه كيفاش كان عايش، قال لك عاد هبل. وكنت نسقسي عليه الناس اللي قراب لي الناس اللي كانوا كيغطيو والله اعلم. ايوا ممكن الناس اللي قراب لي راه باغيين يتفكوا منه والله ما يواليوه جهتك. داكشي اللي كيصرفوا فيهم اللهم تسدي عليه بابك ويصرفوا فيك انت ولا يصرفوا فيهم هو. المهم بقيت معاه هكذاك شي 6 شهور. 6 شهور؟ بقيتي معاهم في الدار هكاك؟ هو السيد صافي قطع هذاك الشيء ديال البليه. ولا كيخدم ولا مزيان، ولا كياكل مزيان، ولا كيلبس، ولا كيدور براسو صراحه. عاوتاني بديت تنبان شويه، بقيت كنرتاح، بقيت تنحيد من داك الشيء من وجهي قلال. المهم الحمد لله كلشي ولا سيد سخي، يعني اي حاجه بغيتها كيمشي يشريها من غير الكسوه راه ما كايناش، ولكن شي حاجه اخرى نتشهاها راه تتوجد. ما مخصصني حتى شي حاجه من ناحيه الماكله ولا من ناحيه شي حاجه اخرى، ولكن من غير الحوايج لله والطبيب لا. ايوا راه حوايجك والطبيب الا ما كانش عندك العنايه بالصحه ديالك والا ما كنتش كتلبسي مزيان شمن حياه. واخا دابا انا كنتكلم انا وياك مزيان نقرا رساله ديال الاخ ديالنا السي رشيد من شيكاغو الولايات المتحده الامريكيه اللي تيقول لي السي مصطفى دابا نتايا البيلون بسيشيك راه يقدر داك الوقت واخد الدواء وما يبانش وغادي يقدر يهضر مزيان. خاص كيقول لنا السي رشيد تحاليل، واحسن التحاليل اللي يمكن يدار هي ديال الشعر ديال الراس، لانه
في الشعر ديال الراس الا كان شي مخدر ولا شي دواء بحال المخدر مثلا تيقدر يبان، يقدر يبقى فوقاش هذا السيد بدا كياخذ داك الشيء وفوقاش حبسو بالضبط. واخا بلا التحاليل المخبريه حتى هي راه كاينه. شكرا لك خويا رشيد من شيكاغو من الولايات المتحده. احنا معاك شي ولكن نسيت حاجه وحده ما قلتهاش. قولي لنا. راه شكون اللي داواه؟ شكون اللي داواه؟ انا اللي كانت هذيك اختي اللي مزوجه كانت تخدم عند واحد الطبيبه. وهي هذيك الطبيبه يعني اختصاصيه في المرض النفساني شي حاجه يعني بحال هكا، ربما يكون عندها علاقه بالادمان اي بحال هادشي. شكيت عليها قلت لها راجلي راه شنو عنده قالت لي شوفي انا غادي نصيفط له شي دواء ولا ما ارتاحش خصو يجي عندي نشوفو، خصو ياخذ شي تحليله، خصو هادي باش يولي شويه. المهم الحمد لله ما صيفط له ديك الكينه اللي صيفط له ولا السيد تهدن ولا لاباس. تهدن وقطع داك البليه وقلت لك صافي السيد هزيتي واحد وحطيتي واحد. ايوا قال لك الانسان ملي كتدخلو شويه الفلوس كيتحلوا له عينيه. كيفاش؟ دابا هو مني ولا خدام ولا بالصحه ديالو، وانا من واحد النوع اللي ما عشت هذاك الشيء اللي بغيت في دارنا وما كنتش ما كانت كنت محرومه. كنت محرومه وداك الشيء قليل، هذيك الماكله قليله ولكن مني عشت معاه هو واخا ما عندوش كيقلب على الصحه ديالو. وانا كنت تندير داكشي قليل اللي جبته من دارنا، داكشي جبته عنده. ولكن في الاول من يلا رحت عنده راه عاونته، راه دارنا اكثر من ما نساش شنو جبت من الدار. المهم هو ولا لاباس ولا كيخدم ولا عنده واحد الخدمه ديالو كيمشي كل نهار يخدم كيصرف. هذه واحد مدة 3 شهور تقريبا. السيد اتجه تيمشي يخون، يعني كيمشي يهضر مع ناس بنات اخرين هكا. هذه شي مدة قليلة هذه؟ قلت لك هذه مدة 3 شهور. 3 شهور. دابا انا مني انا عندي واحد النفس خايبة بزاف. رباتها فيا الوالدة ديالي هاد النفس. غير نشوف شي حاجه ناقصه كتشدني كرشي، الاعصاب كيشدوني في الكرش ديالي. يعني تنولي لا حاله. صافي كنمشي انا الناس كندخل الناس، هو عاد كيمشي يتجه التليفون ويتكونيكتا. دابا انا الصراحه ديما كنخرج فيه زعما تيقولوا لي ولا شي حاجه انا كنشوفه بعيني وكنسمعه. صافي عييت، انا ما بغيتش نعيش في داك الهمل كله. يعني ما بقاش السيد تيقلب عليا ولا تعطيني وقت ولا يجلس معايا ولا نهائيا. قلتي انا ما كاينلاش نعيش انا هكا نبقى صابر على واحد ولا مرات سيري مرضي ولا جلسي ولا محرومه من دارنا ومحرومه من الراجل ومحسوب عليا مجوجه، وانايا عقل راجلي ولا قلبه ما معاياش، ما عندي ما ندير بهاد التجويجه هكا كتفكري؟ ما بغيت نفسد هاد الزواج ديالي، واخا هكذاك صابره فيه وتنمشي لعندو وتنقول له ود الناس واش انا منقصك شي حاجه مني؟ واش انا نقصك شي حاجه؟ غير اجا وتحاور معايا وقول لي ها شنو ناقص منك وها شنو ناقص، من حقك تمشي دير اللي بغيتي. دابا انا كل شيء موفر عليه، انا اللي رديت له العقل ديالو، انا اللي رديته كيما نقول لك راجل. وقفت معاه ونسيت راسي. ولكن هو ما كيشوفش هادشي نهائيا، ولا كيشوف غير في حاجه وحده وحاجه اخرى. يعني
دابا انا راه كنعاود لك، انا راه عندي هو الراجل ديالي، الوالد ديالي، راه كل شيء كيتصنت لي مرحبا بهم، مرحبا وانا بهم. دابا راه مني انا كنهضر يعني ما بغيت انا يعرفني شي واحد فيهم. احنا كنتمناو يدركوا بانك انت كتكلمي، لانك انت في وسط الاسره ديالك، في وسط العائله ديالك اللي حنايا كاملين وهما من عائله همايا. يشرح حتى هو هذا الراجل وجهه نظر وعلاش هذه العلاقه هكا جانبي، لانك دابا انت كتشوفي راسك باللي محرومه، عانيتي من الشح في داركم والبخل، ومني كان طايح الراجل وقفتي ومديتي ليه يديك، ولكن مني مديتي ليه يديك وناض ركلك بهذه العباره على حسب ما فهمنا احنا من القصه ديالك. صافي ولا كيقلب على راسو الوالده ديالو والسلام، وانت مهموله. لكن انا ما كايناش انا نهائيا، ماشي حاجه الا غير مرض حتى كتنوض الوالده ديالو دابز هي باش يعطيني هذيك 2 ريالات باش نمشي ندوز، وما يبقاش عليا. ما تيبقاش ديك الساعه معايا راجل تيقول لي سيري الطبيب كتعرفيه سيري له. وانا شكون اللي كيدير لي داك المرض كله؟ هو اللي كيبقى تنبقى نتعصب ونبكي بوحدي حتى كنبقى نتصير بزاف وتنتبدل مره، صافي ما تبقاش قاده نزيد، ما تنبقى صافي هي ويديا كلشي كتفشلي. كنجي لدار عندي ديك خويا مسكين كيدور واجي ما عمرك لجأتي لهذيك الطبيبه اللي كان عند الاخت ديالك وداك الشيء باش ديري بعض الجلسات نفسيه مثلا؟ هذيك مني جيت نلجأ ليها اختي خرجات من عندها وتزوجت. دابا انا مني هضرت معها شنو قالت لي؟ خصك ديري التحاليل على الكرش ديالك وهادي وداك الشيء مكلف عاد ندوي معاك. ولكن انا كتبت عليك ما نقول لكش انا ما حن، ولكن انت ياك الكرش ديالك والمصارم ديالك زعما برا وداك الشيء بريتي منه، ولا مره كيرجع لك داك الشيء؟ هادو اعصاب كيشدوني من صافي. انا ماشي دوزت عليهم ولا شكون اللي كنت نعرف، انا غير تنتعصب غير شويه صافي مشكل ديال القولون، ربما العصبي عندك مشكل. دابا عندي مشكله في النبوله في كل شيء، يعني وليت كلي كنتشد، ما بقاش عندي الصبر. هادو بعض نقدر نقول بسيكوسوماتيك، كاين بعض المرات بعض المشاكل النفسيه اللي كترجم داك الشيء الاعراض في الصحه ديال الانسان، بحال المشكل اللي قلتي لي ديال الحبوب اللي الكلف اللي خيخرج، بحال هاد المشاكل ديال كتولي مصارنك منفوخين وكيكونوا بحال شي حجره فيهم، هادشي كيقدر يجي حتى من دوك الاضطرابات العصبيه اللي كيمكن يكونوا. هما تنكون لاباس داكشي ما تيبقاش. ولكن دابا في الايامات الاخرى هذه شي 5 ايام تقريبا ما لقيتو غير مع صاحبتي. يلاه كاع ما زعما مع القريب. وديك صاحبتي دارت فيها قصه، كتشكي وتبكي وكتجي تشكي على دارنا، وراه فلان جا هضر معايا وقال لي كان بغيتك وكذا وهادي، وجات عند الوالد ديالي قالتها لي ونعط صداع كبير وانا ما رضيتش، واخا كنت نشوفو كيهضر مع البراني كنتي كتميكي وكنت نخليها ترجع لي لصحتي. ولكن مع صاحبتك او مع وحده كيعرفوها داركم؟ صراحة أنا راه دوزت معاناة كبار بزاف وأكثر اللي ما عاودتهمش ونسيتهم وحتى غنقطع وعاد غنعقل عليهم. ماشي حوايج كنت شحال هادي باغا نهضر وتنقول غادي نقول وما كيفاش نقدر نهضر وكنت نخاف. تبارك الله دابا دوزنا معاك واحد السويعة دابا 4 ديال الدقائق، راه تبارك الله كانت مده، ولكن احنا معاك تا تفكري شي حوايج. وشكرا بزاف حيت سمعتي ليا، شكرا بزاف. وانا مني كنسمع لك عاد تيجيني الناس. نتمنى دائما تبقاي معنا. غير وكان دابا واش عندك لينا شي فكره، واش عندك لينا
بغينا بعدا نسولك شنو هو الوضع الحالي ديالك دابا؟ انت في داركم ولا في دار الراجل؟ الوضع الحالي ديالي عندي واحد اختي هي انا بزاف وجيت لدارنا. وانا هذه هي الفرصه ديالي، قلت من حدي بوحدي نهضر شويه ونخوي قلبي. انا مازال ما متفرقاش مع راجلي، ولكن مازال هذاك مازال ما كيقلبش عليا، يعني ما تيسول فيا، ما تيعرفنيش. جيتي للدار، راكي في الدار ما كايناش فيها، ما مسوقش هو؟ لا، هو ما باغينيش، وما تنكون عندي لدارنا ما تمشيش لداركم. هو ما باغينيش يا سطاش، ما باغينيش. وانا هذا الانسان بغيته من قلبي، وياك انت بغيتي هذاك اللي كان عايش برا، وهذا كيفاش هذا تدخل لقلبك، علما انه زعما ما مدوزاش معاه؟ شحال د المده مدوزه معاه؟ هذا عامين وشي حاجه. هذا من جيت عنده دابا انت هذا حيت وقفتي معاه باش برا وداك الشيء، قلتي علاش مثلا انا كنبني وراب ليا هذا الشيء ما صدقش ولا كيفاش؟ حيت كنت ناويه، هذا هو اللي صافي نويت. انا كنت باغا عايش شي واحد اللي يكمل معايا الطريق. ما يهمنيش هو كيفاش، ولا حاجه وحده. هو بحالي في حاله، يعني ماشي هو زين عليا ولا انا زين عليه، ولكن راه زين الفعيل. انا الصراحه فعيلي حسن، يعني زايدين عليه، يعني عقلي زايد عليه. وهكذا هو ما راضيش بيا لا هو ولا عائلته. واش عايرك بشي حويجات اللي تتنقص منك؟ ايه. داكور. وسمعتها، انا كنت ديما كنسمعك الوالده ديالك كتقولها ديما. الدايره الفاعله كذا. وانا بحالي في حاله، يعني ما كاينش. وانا والله زايده قلت لك ماشي لا. حيت زوجت شي حوايج في العرس ديالي، في درت العرس وما بغيتش نكملو كاع، مشيت دخلت وبقيت كملتو كله عبال بكا. شتي شي موقف مع زوين شو حقرك؟ منه. لا ماشي حكرني، ولكن هو جا في واحد الحاله. جا بحال ما جاش زوين، ما انت عروسه وداك الشيء جالسه متوله، هو ما مهمول، ما هامل راسه، وجا بحال العادي، ماشي فيهش الصفه ديال العريس حداك. وانا صافي، يعني ما بغيتش نبين هذاك الشيء ليه نهائيا. وكا كاينه كملت معاه مزيان، وسمعت الهضره من دار، من عائلتنا، من عائلتي كيضحكوا وداك الشيء، ولكن انا قلت معليش، قلت معليش. ولكن لما لحقت عندهم كنت فيما تنجي نخرج هكا، كنلقى الوالده ديالو كتقول وراه فيها وديك الكلف اللي خارج فيها راه شي حاجه، وراه هادي راه. شافتك غير انت، ما شافتش ولدك؟ لا. ولدها زعما نقول. ولكن انا الحمد لله، انا راه صراحه انا راه غير ملي كتكوني حتى شي حاجه، غير باش نكون مشكله راه تنولي. من الخميسه تعرف القصه ديالك قدر ما اثرت فينا كاملين، نسينا في البرنامج الاسم ديالك. حياه من الخميسات، اسيه من الخميسات، من ضواحي الخميسات. اسيه، احنا غادي تسمعين المستمعين، وإلا قدرنا ان شاء الله نيسروا باش نعاودوا نتواصلوا معك، باش نقولوا لك شنو بان لك في تدخلات المستمعين. الا ما تيسرش لينا، صيفط لنا رساله في الواتساب تقول لنا انا اسيه من الخميسات، بحث لكم، وقولي لنا شنو هما الافكار اللي انت قدرتي تاخذي بهم. الا عندك شي سؤال لينا مثلا قبل ما نخليو الناس دابا يفكروا في هذا الشيء اللي قلتي لنا ويعطيوك فكره ديالهم ولا راي ديالهم. انا بغيت غير نعرف واش نكمل في هذا الزواج هذا ولا عاوتاني نرجع. صراحه انا ما قاداش نمشي نخدم في شي بلاصه، ولا هيت من ما بقيت باغا انا نخدم لا والو. بغيت زواجي. بغيتي زواجك ينجح؟ بغيتو ينجح باي طريقه، يعني ندير اي حاجه غير ينجح هذاك الزواج ديالي. ولكن الى ما عرفت كيفاش غادي تقدري تنجحي زواجك ومعك الطرف الثاني ما قابلش بيديك؟
دابا انا كنجي لدارنا غير يومين كنتفكر هذاك الشيء كله، كنبغي نمشي في حالي، ما تنقدرش نجلس. ما كتقدريش تجلسي في داركم نهائيا؟ كلشي كيبان لي قدام عيني، ما تنقدرش نهائيا نجلس. كيبان لك العلاقات ديالو، كيبان لك التليفونات، كيبان لك الاهمال ديالو ليك، كيبان لك داكشي كامل. كيبان لي داك الشيء اللي كانت تدوز عليا الوالده ديالي هنا في الدار. واخ حتى هادي كاينه، حتى هادي يعني انت ما تجيش بحال لا بغيتي تهربي من داكشي اللي تتعيشي مع الراجل، كتبغي تقول لي زعما نجينا نحط راسي ونرتاح، كتبان لك في خيالك وفي العقل ديالك داكشي اللي كانت تدي لك في الصغر كتعيفي داكشي. ايوا دابا اصلا انا كنجي غير يومين هكا ضيفه، كتنوض عاود نفس المشكل اللي كنت عايشه معها ملي كنت باقا في العزوبيه ديالي. وانا اللي جا ما تيعاوننيش، واللي جا كينعس ليا هنايا، واللي جا صافي تنقول نمشي في حالي. وباقي هي الحاله ديالها تتخرج البهايم وكذا وتسرح بيهم وتردهم، باقي داك الشيء عندها باقا هي كما هي. واخا هكذا كاينه كتبقى فيا في هذه الحاله، كنقول الله واش ما يقدرش يكون واش ما يقدرش هذه الصلابه اللي جايه من داك الخدمه اللي كدير برا، كتقول دابا انا كنمشي نخدم برا وندير ونفعل ونجي نلقى الدار ما فيها والو وكذا. هي شنو اللي خلاها تقصاح؟ هي انها كانت مزوجه في الاول على الحب، ومن طلقات وخدات الوالد ديالي، هذاك هو الكره الكبير اللي ولات كدير، وخلات خوتي بجوج مع الوالد مع الراجل اللي خدات في الاول كانت كتبغيه. صافي داك الشيء هو اللي خلاها تولي بحال هكا في المعامله ديالها، كتكره الوالد ديالي وكتكره كتكرهنا حتى حنا. دابا 27 عام في عمرك. دابا شوف، دابا للاسف الا جينا نشوف. انا معك، كملي كلامك. انا راه من هضرت معاك راه كنحس براسي راني شي وحده صافي، يعني دابا والله كنقول بغات تجي الموت عاد تجي، ما عندي واحد الحب اللي كبير بزاف. الله يحفظك، بارك الله فيك، الله يحفظك ويعز بك ويعتني بك. اجي نكمل انا وياك الكلام قبل ما نخلي خوتي وخواتاتي يتكلموا معايا من المستمعين والمستمعات. دابا واحد القضيه، دابا انت معلقه ممجوجه ومطلقه، كتحسي بلي مهموله، كتحسي بلي داكشي اللي انت كتقلبي عليه في الضيف في الحياه الزوجيه ما لقيتيش، ولكن للاسف غاديه في هذا الجواج، يعني ما قادراش تخرجي منه. دابا بحالك يعني بغيتي تنجحي لهذا الجواج، راه للاسف بحالك دابا انت ولا كتوصل لواحد الوقيته كتلقاو عنده 3 د الاولاد ولا 4 وتطلق لك الجناح وكتطلق بهم ولا 3، للاسف كتقول لي ما بقاش فين نزيد بقوه الفقصه وبقوه كذا، وللاسف تيخرج على المراه اعصاب ولا القلب الله يستر، كتولي يقول لك لا انا صافي باغي نطلق في واحد جالسه في واحد البيت سد، كتكملها في التالي باكتئاب وما كتبقاش عندها الصحه النفسيه ولا جسم لا نفس كاع بجوج. دابا انت للاسف ما بغيناكش توصلي لهذه الحاله هذه، يعني شايفه راسك في واحد الحلقه ما متوازناش، راه هي 27 عام اللي في عمرك بالسلامه، شنو شحال كاع. ولكن حاجه اخرى، هاد الولد اللي انا معاه دابا راجلي كناكل منه العصا اللي ما عمري كليتهم في الدار هنايا، يعني غير ما كيعطيه تيجي كيقتلني عمود. ما عندك لا ولد لا بنت؟ لا ولد لا بنت. وعلاش ما تفكريش تفكي راسك؟ حيت دابا شنو غتنتظري مثلا؟ شنو غيقدر يتبدل؟ حيت انت باغيه، شوف، حيت انا قلت لك في الاول واحد الفكره وغادي نعاود واحد الجمله قلتها لك وغادي نعاودها لك. دابا انت باغيه تنجحي الزواج، ولكن خص اللي يمد لك يديه. كيفاش غتنجحي الزواج؟ راه حيت هي علاقه زوجيه ما فيهاش الدرك على واحد، هي خص جوج الناس ينجحوها والا ما تنجحش. ولكن انا تنقول دابا انا واخا نطلق انا ما غاديش نتزوج عاد وما غاديش هذاك اختيارك. شوف، هذاك اختيارك الا ما بغيتيش تتزوجي. المصيبه هو انك الا بقيتي في واحد الزواج ما صحيحش،
ماشي سليم. اما الا تحررتي من واحد العلاقه زوجيه وبقيتي ديال راسك، هذاك تيبقى ليك، بغيتي تزوجي هذاك حتى هو تيبقى ليك. اللي صعيب هو انك تبقي في واحد الحياه الزوجيه ما متوازناش، ها العنف ها الاهمال، هذاك الشيء انت اللي كنتي كتقلبي ليه في داركم لا لاقيه لا في دار راجلك ولا في داركم، ولا على الاقل ملي كنتي كتخرجي دوك الفترات اللي كنتي كتخرجي تخدمي كتوفري، حيت انت قلتي لنا انا واحد الوقت شديت صحتي ورجعت لدارنا، يمكن الى اعتمدتي على راسك. هذا مساله شي زواج جاي في المستقبل، داك الشيء بيد الله تيضمنوا مولانا سبحانه وتعالى، وشوف واش تقدري تلقاي هذاك الشخص دابا اللي صعيب هو هاد التزويجه اللي انت فيها، انت ما مجوجه ما مطلقه، ولكن بعد خطره صافي كيعرف راسو راه هذا غادي في واحد الطريق خايبه تيرجع. دابا هذه غير 3 شهور تنقول ما ربنا يتصلح، يا تندعي تنقول لعل وعسى يرجع للعاده ديالو ويرجع لطبيعه. الله يصاوب لك. امين. وان شاء الله غادي نفكر في هذا الكلام اللي قلتي لي، وغادي نحاول خليني نسمع الحاجه اللي عاد خرجني. خليني انا وياك نسمعوا الاخوان المستمعين، ولا بغيتي تبقاي معنا شويه حتى للجوج بحال هكا قلق سماين ولا شي حاجه نعيطوا نتواصلوا معاه؟ المهم انا نصنت وان شاء الله يكون خير. انا معاك صافي. يلا خلينا وشوف ولا ما دركناش نتواصلوا معاك صيفطي لنا شي ميساج في الواتساب ان شاء الله. 06 2040 04. اي انا عندي. شكرا. وخير لا. اسيا من الخميسات، شكرا لك.